السلام عليكم خياتي خواتاتي، شراكم راكم ملاح لاباس؟ انا بخير والحمد لله. اليوم راح نشارككم روتيني نهار اليوم. بديتو كما تعرفوا درنا الدار شويه هكا، وجيت للثلاجه تاعي نظفتها نقيتها. كما عارفين اللي دار رمضان وحنايا ماكله داخله ماكله خارجه، راكم عارفين رمضان. نقيتها باش ما توسخليش اكثر من هكا. انا نحب ندور على شغالاتي من داك باش ما تعرفش عليا الشغل. وهنايا راني ننظف الخضرة تاعي. عندي هنايا طماطم جزر كيما تشوفوا كورجات شوية شوية خضرة. وكي نسحقو كاش حاجة هكا تاع بلا معين نشريها. بصح هادو تقريبا الخضر اليومية اللي ممكن نستهلكوها نسحقها هنايا. دوكا هنايا ننظم الخضرة تاعي. انا هنايا نمسحها. على بالكم رمضان نستعملوا الخضرة، يعني نضارية خبية السلوفان والله يعني بلاستيك، بصح من رمضان رانا نستهلكوها نمسحها كيما هكا ونخبوها. هنا خلينا غير الخضرة هذه العادية اللي نستعملوها تقريبا يوميا. كي نسحقوا خضرة فاريكسومبل قرنون ولا لوبيا خضرا ولا هكا كاش خضر نشروها في وقتها. هنايا ننظم الخضرة تاعي كيما هكا نمسحها نحيها كاش حاجة هكا والله. كمل كيما هكا ننظم الخضرة هذه تاعي كملها كامل كيما هكذا. كملوها كيما هكا حتى نكملو. خواتاتي اللي لحقت هنا ما تنساوش الاشتراك والدعم باش يلحقكم كل جديد، وهكذا باش تشجعوني ونقدم لكم جديد. هنايا ندير الفلفل كيما هكا. واش راكم خواتاتي؟ راكم ملاح؟ كيف راكم مع الاختبارات تاع الدراري؟ كملوا دوك الاختبارات ولا مازال؟ كاين نظن تاع المتوسطة كملوا، الثانوية مازالوا تاع البريمير. نتمنوا التوفيق لكل أولادنا وإن شاء الله بالنجاح لكل الأولاد إن شاء الله يا ربي. روحوا خواتاتي غير بالعقل حتى تكملوا، واستعينوا بالله وبالذكر باش ربي يوفقكم. هنايا انا هذه المعدنوس نديرو كيما هكا في الماء باش ما يخسرش. نعرفوا ذكر رمضان نستعملوا المعدنوس، يعني نديرو كيما هكا ونخلوه، يعني تقريبا نستعملو يوميا ما يخسرش كي ديروا له كيما هكذا. وهنا سلطه تاني نسقموها كيما هكا، نحو هذوك الوالا دوك نزيد نفرز منهم اللي مليح نديرو والباقي نخبيه. وهنا خواتاتي راح نشارك معكم الطبق تاع اليوم اللي هو الكباب. هنا انا درت الزبده ودرت الزيت خليتهم حتى سخنوا، ضفت الدجاج نقليه مليح، داك الدجاج نقلوه مليح حتى ياخذ يتقلى مليح يعني. ونضيفوا التوابل، عندنا القرفه والفلفل الكحل كيما نعرفوا المراقي البيضاء يحبوا القرفه والفلفل الكحل برك، ومن داك نزيدوا شويه كركم يعني لانه صحي. وهنايا بعد ما خلطنا مليح نضيفوا الحمص تاعي. انا هنا راه طايب نص طياب يعني نضيفوه ونمرقوا بالماء طبعا سخون باش يسرع لنا في الطهي. ومن ناحيه واحده اخرى انا هنا نخليه يطيب وراه البطاطا تتقلى، ومن ناحيه واحده اخرى راح ندير معاكم اللحم حلو ولا طاجين حلو بلا لحم يعني. انا مره اخرى ان شاء الله نشارك معكم اللحم حلو باللحم. هنا انا درته بلا لحم. عندي هنايا فواكه جافة، عندي البرقوق او العينة، وعندي قليل من المشمش الجاف، عندي هنا اناناس، وعندي كيوي، وعندي زبيب. هنايا طبعا انا هذه الكيلة دوك نروح نغسلها ونقطرها ونحل البرقوق وحده ولا العينة وحدها والفواكه الأخرى وحدهم، ونضيف عليهم ماء سخون مغلي باش يطراولنا.
تحبوا تفوروهم، انا من ذاك نفورهم، من ذاك نديرهم كيما هاك، يعني كلا الطريقتين نفس النتيجة. هنايا في اناء نضع عندنا كيلة وربع تاع ماء، ونضيف كيلة السكر، ونضيف قرفة عود، نضيف الماء، نضيف السكر كما قلنا، نضيف قرفة عود ماشي قرفة مرحية، لاخاطش قرفة المرحية تطلق يعني تكحل المرقة تاعنا. ونضيف سكر عادي، سكر اللي نديروه للقهوة، ماشي سكر كلاصي، والله سكر عادي. ونضيف كما قلت لكم قرفة عود، ونضيف نجمة الأرض. نجمة الأرض هي من عائلة يعني القرنفل، ونضيف حوالي 2 والله هكا 3. ونضيف نصف مغروف سمن، والله ماغارين ولا زبدة كيما تحبوا، نضيفهم كامل. ونضيفوا لافاني، اللي يحب يضيف لافاني يضيف، وندوهم فوق النار ونخلوهم حتى يغلوا حوالي 10 دقائق، ولا ما تلحقش يعني 10 دقائق. بعد ما نشوفوا يعني رفتت الغالية شوية، نبداو نضيفوا الفواكه الجافة تاعنا، نفوتوا في الزبيب والمشماش مجفف، ومن بعد نضيفوا العين او البرقوق، ومن بعد نضيفوه. انا هنا مجهزه التفاح، هنا نوري لكم الشربة تاعي هاي طيب من جهة واحدة اخرى. انا هنا يعني ثاني موجده التفاح، قطعته ودرت له الليمون. نضاريا نضيفه حب في الحقيقة، لكن هذه المرة قلت نضيفه نقطعه خير، لاخاطش اللي ياكل حبة ما يكملهاش، وهكذا باه واحد يدي المقدار اللي يحب. من ناحية واحدة اخرى اني ندير هنايا درت الفواكه الجافة ودرت التفاح، هاو كما قلت لكم قطعته. وما ننساوش راني دايره شريحه من الليمون، هذاك الليمون يخلي التفاح تاعنا يقعد ابيض ومليح. ونغطيهم ونخليهم يطيبوا. في الاخير ندير لهم ماء الزهر ونطفي عليهم. ومن جهه واحده اخرى انا هنا نخليهم يطيبوا، نروح للبوراك تاعنا. اليوم راح ندير لكم بوراك بطاطا. عندي هنا بطاطا بعد ما طيبتها، انا طيبتها في الشوربه ونحيتها، يعني هرستها ولا رحيتها، وضفت لها كان عندي قليل من الدجاج طايب فتتو عليها. تحبوا ديروا طون ديروا، تحبوا ديروا هكاك ديروا. ودرت المعدنوس هنايا مقطع صغير، ودرت لها التوابل، ودرت المعدنوس كما قلت لكم. وهنايا نحشو الديول، اوراق الديول تاعنا، ونديروا الفرماج، نديروا بطاطا كما هكا، ونديروا فرماج اللي حبيتو، نديروا فرماج هكا ونلوها. انا اليوم شاركتكم فطوري البسيط العادي، يعني بدون تكلفة، يعني الفطور اللي نديرو راني نشاركو معاكم. نكمل نعمر الديول تاعي بالوحدة حتى نكمل. انا هنا خواتاتي استعملت الديول، دايما تقولوا لي واش من الديول اللي تستعمليه. انا هنا استعملت ديول العائلة، يعني ديول ملاح عجبوني. الديول كي تقليه يقعد مقرمش لمدة يعني طويلة ومليح. هنا نكملوا الحشو تاعنا، نحشو الديول تاعنا ونلووه كما هكا بالعقل حتى نكملوا. ما تنساوش خواتاتي اللي لحقت هنا ديروا الاشتراك والدعم، ووصلوا فيديوهاتي لاحبابكم ومعارفكم باش تطلع القناة، وانا نمد لكم كل جديد، هكا انا نستفاد وانتم تستفادوا. واهلا ومرحبا بكل التحق بنا جديد للعائلة تاعنا. هنا نكمل الديول تاعي، هاني كملتهم هنايا هاهم. دوك انا ندي نقليهم. من جهه واحده اخرى هنا ندير العقده اللي نعقد بها الكباب تاعنا. درت هنايا نص حبه ليم، ودرت مرق وحبه بيض ومعدنوس كما قلت لكم، وقليل من المرق. خلطت مليح ونضيف البطاطا المقليه للمرق، ونضيف هذيك العقده. وهنا هاي الطاوله تاعنا واجده، طاوله بسيطه
عندنا هنايا هاي الشوربة تاعنا، شوربة فريك، وعندي بوراك محلو ولا طبق حلو هنايا يعني بدون لحم، وعندنا كباب يعني محشوق الجماهير الجزائرية بالكثرة. هذا الكباب نتمنى طاولة اليوم تعجبكم، وديتوا ولو استفدتوا ولو شيء ولو حاجة، يعني خرجتوا بإفادة بسيطة. صحة فطوركم وإلى اللقاء، تقبل الله مني ومنكم، وإلى روتين جديد وطبق جديد وطاولة جديدة بإذن الله. إلى اللقاء.